وطربون بالذات. اتفرج الاستاذ بيعمل ايه قدامه. خصم مش سهل على فكره. اتفرج الخصم بيرد عليه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. فيديو النهارده هو تحدي ملك رانغل بين خصمين مش سهلين جدا. واحد منهم لاعب محاكي وهو اللاعب زيرو، والتاني لاعب ايباد وهو ملك السولو سكواد ركاوي. فالفيديو مش ناقصه غير 3 حاجات. اول حاجه نصلي على النبي، تاني حاجه نحط لايك ونشترك في القناه، تالت حاجه تقول لي مين هو في الاتنين ملك رانغل. وبس كده، يلا بينا نبدا بالفيديو بتاعنا. نبدا بركاوي. ولو متخيل ان زيرو ممكن ياخدها بسهوله تبقى غلطان، لان ركاوي خصم مش سهل. اتفرج على البيكات، اتفرج على السكواد وايب، ما خدش معاه دقيقه. الواد اللي ضده ده بيلعب، التاني اللي هو ده، انت متخيل ان هو ما طلعلوش من مكان واحد والواد دمجه؟ نايس. احسن ما في الموضوع بقى ان الاتنين خصم والنار، فهنشوف فايتات جامده. الواد ملحقش ينزل اصلا. انت متخيل ان التالت ده وقع من اول مره؟ عاش. هو الايم بتاعه بس انت شوف ايه من الخصم. تخيل بقى ان ده واحد من السكواد، والسكواد ده كله هيبوش على ركاوي دلوقتي. هنشوف فايت جامد. موقف صعب. ايه ممثل تاني مرة. انت شفت الواد اللي كان مايم على ركاوي ده؟ كان ثانيتين بالظبط وركاوي كان هيروح على اللوبي لو ما كانش شافه. نايس تركيز. موقف صعب، ناس وراه وناس في وشه. هنشوف هيعرف يتصرف معاهم ازاي. طبعا هنا هو مش مكمل، وانا لازم يعمل برول لان الواد اللي وراه بيدي بري فاير في السموك. نايس، واحد نوك. تحركات السكواد تتكلم وتقول عن قوة السكواد. دلوقتي واحد نوك، باقي 3. نايس، 2 نوك. انت متخيل لو هو ما عملش برون كتير هيتجاب؟ نايس ايه. كده باقي 1. نايس. الواد اللي ضده بيلعب، لسه في واحد كمان. يبقى الواد ده رف صعب. نايس. الواد ده كان لسه مترف، فدمه ما كانش فيه اصلا. نايس تسخينة النيت. نايس بري فاير. طلقة شوت جان تتكلم وتقول عن قوة ركاوي. نايس دوج مع نايس كراوتش. ركاوي خصم مش سهل جدا للزيرو، مع ان ده لاعب ايباد والتاني محاكي، وزيرو خصم مش سهل، فالاختيار هيكون صعب. نايس. انت متخيل ان الواد اصلا مش عارف هو مات ازاي؟ ايمو منع في المواجهات القريبة بالذات كمان. الواد ده كان بيفايت حد باين. ده في سكواد هنا اصلا، واحد منهم نط. السكواد بيلعب، شايفين الواد ده مش ازاي؟ بيعرف امتى يسحب نفسه من الفايت وامتى يبوش. ودي حاجة في لعيبة كتيرة مش ممتلكاها او ما بتعرفش اللي هو امتى تعمل كده. نايس بري فاير. شفت البري فاير اللي الخصم اداهوله؟ نايس بري فاير، ردها له. بعشق حاجة اسمها سرعة وخصم قوي. نايس. ده بقى 1 دمج اولدد. عاش، جامد يا جدعان، عاش والله. نايس. استعمال سماعة. عرفان الخصم امتى يضرب حتى. طبعا نص اللاعب استعماله للسماعة او استعماله للصوت.
كده بقى واحد ولا اتنين. ده الغلط بقى، يعني الواد ده لو كان بيلعب كان زعل ركاوي دلوقتي. شوف الواد كان واقف له ازاي. انا لو شفت الموقف ده هاخد نفسي وهمشي، مش هكمل هنا. نايس. الواد ابو اصفر ده بيلعب 2 نقط. لو كان عدى كان هيتجمل الواد اللي هو كان قدامه ده. اخذك معي الى جهنم. في المواقف اللي زي دي بقى لازم تاخد هاي على السكواد اللي انت بتفايته، هيكون ليك الافضليه. نايس بري فاير. الواد النوك اللي تحت ده تراب ولا لسه؟ لو تراب يبقى كده باقي 2. نايس. كده باقي 1. تعال احط لك ند هيش بطيبة قلبك. موقف كان صعب. قول ده ازاي ما ماتش؟ نيت فوقيه اصلا. بس اكيد ده مش جامد كده. قول ده يا اخوان ايه ده؟ هو ضد النيد ولا ايه؟ ما تموت يا عم. شكله كده لاعب مستفز او بيكمبر كتير. اما الريلوت يعني اما الريلوت لازم يطلع لك لاعب يبوظ عليك اللقطه كلها. ما يطلع. انت شايف الموقف الصعب اللي ركاو كان فيه اصلا؟ ده بوظ اللقطه كلها. الواد اللي قدامه بيلعب ومعاه السلاح الجديد. 1v1 ولا ايه؟ 1v1. بس الواد بيلعب مطور كمان. شكلنا كده هنشوف فايت جامد. الاتنين يعتبر في نفس مستوى بعض. طبعا يا جدعان انا بصور الفيديو ده وانا تعبان والله وعندي برد، يعني قدر تعبي كده بلايك واشتراك تعليق حلو. هو نايس نايس وكل حاجه، بس انا كنت بتمنى ان هو كان يواجهه احسن، كنا هنشوف فايت جامد عن كده. بس عاش. هنا في سكواد والعيال بتلعب، الواد بيجيله من الشباك. مين؟ نايس. شايفين عملوا قدامه ايه؟ قدامه واد. الواد طلع منين ده؟ يا الواد ده جه منين؟ قول بيتشي يا ولك هاي شنو؟ مش هو نزل؟ انا شفته نزل من الشباك. جه منين؟ بس عاش عاش. حماس يا جدعان، رقابة حماس. اتفرج على الايه، اتفرج على الايه، مسافة مشافة، اتفرج على الخصم. لاعب ماكينة رعب. انت بتتفرج على فيلم رعب، ما بتتفرجش على جيم بابجي. ده اخر واحد ده باين كده على واحدة. نايس. بس الاتنين اللي تحت كان بيلعب. اذا بس لك ولكن شاب معرق معرق. عاش عاش. فايتات المطار. مين مننا ما كانش بيعشق حاجة اسمها فايتات المطار، وطربون بالذات. اتفرج الاستاذ بيعمل ايه. قدامه خصم من السهل على فكرة. اتفرج الخصم بيرد عليه. نايس نايس للخصم نايس للركاوي. بس هنا اللي عنده الايم اسيست احسن او ايمو احسن او متدرب اكتر هو اللي هيفوز. بس نايس نايس الاتنين، يعتبر نفس التفكير، وده بيدل على قوة الخصم. دلوقتي قدامه واحد والواد بيلعب 2. نايس نايس. سريع سريع سريع، وانا بعشق حاجة اسمها سرعة. اتفرج على الخصم. الخصم اداله غدو هيد شوت. ندخل بقى على الكائن زيرو. وزي ما قلنا ان رقاوي خصم مش سهل، ده زيرو خصم مش سهل خالص. وقدر ان هو يلعب باسلوب الايباد على المحاكي.
ودي حاجة جديدة محدش كتير بيعملها. الأول كنت تلاقي المحاكي لاعب بيجري ويضرب بس، دلوقتي أنا حاسس إن هو بيلعب جيروسكوب أصلا. نايس. هو ادى بوكسين وهو نازل عشان الخصم ما يسمعوش. العيال ضده بتلعب، بس من رابع المستحيلات ان زيرو يمسك مكان وتعرف تخش له جوه غير وانت نوك او متهان دامج. نايس. 4 بيلعبوا ما دمجوهوش يعتبر. ايمو مرعب، ايمو مرعب. متخيل السرعة دي تكون على محاكي؟ أنا اصلا لوما الاعدادات اللي قدامي مش هصدق ان هو محاكي. انا هقول لاعب ايباد جيروسكوب كمان. السكواد ده شكله كده مكمبر، العيال ما بتطلعش اصلا. ده فيكتور. مستني ايه من فيكتور يعني؟ مستني ايه من واحد بيلعب بشخصية فيكتور؟ سريع سريع، وانا بحب اللعب السريع. نايس. العيال اللي ضده بتلعب دي بي اس. نايس نايس. قلت لك مستحيل تدخل المكان اللي فيه زيرو الا وانت متهان دامج او واقع نوك. ايمو مؤذي. نايس. لو تلاحظ بيلعب على حاجة واحدة، ان هو لو عرف او توقع ان انت هتقف في كذا بيجيلك في مكان بحيث انت ما بتسمعوش غير وانت واقع نوك. المود ده يا جدعان كان جامد، بس المشكلة ان انت ما كنتش بتعرف تاخد كفر. بس كان احلى من المود اللي نزل ده. الواد ده ما كانش معاه سلاح. نايس. 2 نوك. الواد اللي فوق ده حرفيا مستني زيرو يظهر نفسه. نايس نايس ايم. بيعرف يتصرف بأي سلاح معاه. نايس ايم. ايمو في المواجهات المباشرة مرعب. نايس. ايمو في المواجهات المباشرة بتلاقي طلقه كله في وش الخصم. اتفرج نوك، مسافة ما شاف الواد لقى نفسه نوك. اراهنك لو كان في طلقة من الاي كي ام طلعت بره جسم الواد. الاختيار صعب. انت عارف هنا هو عمل ايه؟ هو لو كان جاب الواد اللي قدامه ده كان هيجاب من ظهره، يعني هو بيفايت اصلا وبيخلي باله، يعني عارف هيجيب مين الاول وهيسيب مين يجيبه للاخر. نايس. ايمو بالاي كي ام يا جدعان سواء بسكوب او مواجهات مباشره مرعب. يعني في ناس كتير ما بتلعبش بالاي كي ام تمسك اليوم بيه، لكن انا شايف ان الاي كي ام معاه تحس ان هي ام كي. اتفرج. ايم الاي كي ام كله جه في الوقت، طلق الاي كي ام كله جه في الوقت، مفيش طلقه طلعت بره. واد مكمبر. اوسخ حاجه بقى انك تخش على عماير سكول وتلاقي سكواد زي كده، الواد مش هيطلع. اللقطات اللي زي دي بقى بتثبت ان اللعب نضيف، يعني مش معاه كشف اماكن وكده. اتفرج يا عم، طب ده لعب ده؟ لو زيرو جابك بقى المفروض الواد ده يمسح اللعب. نايس. لعب زفت بصراحه.
تبقى بتعمل تكون عامل لقطة حلوة، تلاقي واحد زي ده كده طلع لك مرة واحدة بوظ عليك اللقطة كلها. نايس نايس. سريع سريع، انا بحب اللعب السريع. واحد نوك. الواد كل الطلق كله في وشه، ولا طلق منهم مسك. نايس. المفروض دلوقتي في واحد او اتنين فوق، مش عارف كام. المفروض دلوقتي يحاول ياخد هاي عليهم. الواد ده على السلم، في واحد على السطح وواحد على السلم. نايس دمي. عاش. واحد نوك كده، باقي واحد. وده نفس السكواد ولا حد غيره؟ العيال دي اللي لسه نازله ولا ايه؟ نايس. هي العيال كانت بتلعب، بس انت متخيل هو نازل ب 12 طلقه واثق في نفسه ان هو هيجيب الواد، والواد بيلعب. يعني لو كان مس مثلا 4 طلقات ولا 5 طلقات كان الواد هيجيبه. انتوا متخيلين الخصم ده؟ انا متهيألي مفيش طلقه من الام 4 طلعت بره الاتنين دول. يعني العيال كانت الطلقه كلها في وشها. هنا بقى بيحاول يعرف الخصم كام، او كام في كام واحد قدامه واماكنهم فين. نايس. مفيش ولا طلقه بتطلع بره جسم الخصم. انا شايف انه بيلعب باليوزي جامد جدا. نايس. لو تلاحظ مفيش ولا طلقه بتطلع بره جسم الخصم. حتى وهو واقف على السلم بيتحرك، حركته سريعه برضه. الواد ده غشيم، طالع اصلا مش عارف هو فين بيودي على فين، مين بيودي على فين اصلا. وشكله كده مات. طيب يا شباب، وده كان فيديو النهارده، ومعلش الرياكت ما كانش قد كده، بس انا اصلا تعبان وعندي برد. وما تنساش تقول لي رايك في التعليقات مين هو ملك ارانغل. وبس كده، سلام.